السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح نادي الزمالك أعلن عن صفقة جديدة أو انتداب جديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ. وقبله من فترة أعلن عن إن أو الموسم اللي فات يعني إن انتدب المهاجم الفلسطيني عمر فرج، والسنة دي انتدب آدم كايد. وحديث الساعة هو قصة الزمالك وبتروجيت وحامد حمدان. فبتتكلم إن الزمالك السنة دي، الزمالك اللي هو أحد أقطاب الكورة في مصر، السنة دي وارد جدا إن يبقى فيه في قائمته 4 لعيبة فلسطينيين. طيب لوائح اتحاد الكرة الجميل بتاعنا بتقول إيه؟ أنت مسموح لك ب5 لعيبة محترفين أجانب فوق السن، ومسموح لك بعدد 3 لعيبة أجانب تحت السن، إلى جانب عدد لا نهائي من اللعيبة الفلسطينيين. طيب لما نعد بقى نادي الزمالك كده، الزمالك عنده عبد الحميد معالي تحت السن، في احتمالية يبقى فيه وينج أو باك رايت أجنبي تونسي تحديدا تحت السن. فالزمالك السنة دي وارد إن يبقى معاه 5 لعيبة فوق السن أجانب، 2 لعيبة تحت السن أجانب، و4 لعيبة فلسطينيين. عددهم كام؟ 11 لاعب. 11 لاعب. وأقعد أدور في المنتخب على باك رايت ملاقيش. يعني محمد هاني، تخيل محمد هاني لو اتصاب أو جراله أي حاجة لا قدر الله طبعا، منتخب مصر بقى في ورطة، لأن هو الباك رايت الأساسي وتقريبا ملوش بديل. تفضل تدور طول الوقت على راس حربة غير مصطفى محمد أو أسامة فيصل ما تلاقيش. تدور على مساك غير محمد عبد المنعم أو الونش ما تلاقيش. ليه؟ لأن الناس القائمين على تطوير الكرة في مصر نايمين في العسل. اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، وفي إعلاميين لما اتكلموا اتحاربوا. أنت بتقول كده علشان الزمالك. لا، أنا زملكاوي وبقول كده. كريم حسن شحاتة زملكاوي وقال كده. القصة مش أهلي وزمالك يا جماعة، استقيموا يرحمكم الله. الحق أولى أن يتبع. 11 لاعب أجنبي في الزمالك ده عدد مش طبيعي، عدد كبير جدا. ولو قلنا إن الرقم مبالغ فيه وحامد حمدان مش جاي والباك رايت الأجنبي مش جاي، هيبقى عندي 9 لعيبة أجانب. ده عدد كبير جدا جدا. اتكلمنا قبل كده قلنا يا جماعة لو في ناشئ واحد بيبدأ في التشكيل الأساسي في فرق الدوري الممتاز اللي هم 21 فريق، ادي 21 ناشئ. طب كل فرقة هتجهز على الأقل 3 ناشئين، واحد اتصاب لا قدر الله، واحد خد كارت ولا اتوقف، فعلى الأقل هجهز 3 في 21 نادي ب63 ناشئ. يعني أنت متخيل يعني إيه ألاقي 63 ناشئ في الدوري بتاعي؟ فرق الناشئين بتاعتي المنتخبات هتعلى وهتقوم وهتقف على رجلها وتمد تاني منتخب مصر بلعيبة زي ما كان بيحصل زمان. كنا بنشوف حسني عبد ربه واحمد فتحي وعماد متعب وعمرو زكي وما تعدش بقى. لكن احنا الناس اللي قايمين على الكوره في مصر واللي بيديروها وبيطوروها مع الاسف الشديد رايحين يخبطوا بيك في حيطه. يعني ده كله هنشوفه في كاس الامم اللي جايه. كاس افريقيا اللي جايه هتشوف فيها مهزله. هتشوف منتخب مصر لا حول له ولا قوة مع حسام حسن، لأن مع الأسف هو ما عندوش بدايل. يعني أنا عندي اللعيب، عندي التشكيل الأساسي، لكن ما عنديش ليه بدايل في معظم المراكز. أنا ما عنديش باك رايت غير محمد هاني. دي كارثة، دي كارثة. منتخب مصر هيعاني على مستوى خط الظهر في غياب محمد عبد المنعم. دي كارثة. أنا مش بكلمك بقى على أساسيين، أنا بكلمك على، مش بكلمك قصدي على بدل، أنا بتكلم على أساسيين مش موجودين. فعلشان كده القصة دي يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، لكن طالع بتكلم فيها تاني لأن الموضوع أنا شايف إنه زاد جدا عن الحد، وإن القصة دي كلها في النهاية
هتضر بكل المنتخبات الوطنية بجميع أعمارها، المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناس دي كلها. فتاني بنقول للناس اللي بيديروا الكورة مرة واتنين ومليون: استقيموا يرحمكم الله.